حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين وبالعيد متهنين وبلحمة العيد وتسالي العيد دايما فرحانين. طبعا انتوا عارفين العيد ما بيحلاش من غير تسالي. طبعا بعد ما تاكلي بقى اللحمة والكوارع واللازم منه لازم هتحبسي بحاجة. التسالي القديمة بتاعتنا، التسالي التقليدية بتاعت أجدادنا بتاعت أمهاتنا. مش هقول لكم بقى شوكولاتات بسكوتات سوداني الحاجات بتاعت دلوقتي، لا هقول لكم الحاجات اللي في متناول الإيد. عملنا يا جماعة الحلبة، مش قادرة أقول لكم جامدة وبطريقة حلوة جدا. كل الكمية دي بصوا، ربع كيلو من الحلبة عمل لي كمية كبيرة جدا وكمية محترمة. طبعا اللي عايز الطريقة دلوقتي انا هقول لكم على الطريقة. انا بقول لكم احنا عملنا ايه، وبعد كده هندخل على الطريقة وهقول لكم عملناها ازاي. طبعا وعملنا الترمس الجبار، شايفين الترمساية منفوخة ازاي ومالية مركزها، لاني عملتها بطريقة حلوة جدا. تمام، فيلا بينا بقى نشوف عملنا الترمس بتاعنا ازاي. انا هنا اهوت جايبه نص كيلو من الترمس وربع كيلو من الحلبه. انا العيد اللي فات عملت بس تمن حلبه، بس لما لقيت الحلبه تحفه وكانت روعه رحت عملت الربع كله. بصوا بقى، انا هنا هنقي الحلبه وهنقي الترمس وهمسكهم اغسلهم غسله كويسه، وبعد كده هحط عليهم الميه. طبعا انا كل مره والله بعمل الترمس ما بنقحوش خالص، انا بجيبه واغسله وبحطه على النار على طول. المره دي قلت بما اني هنقع الحلبه رحت نقعهم، حطيت هنا ميه وهنا ميه وهسيبهم بقى. تاني يوم بقى الصبح بصوا الحلبه نفشت والترمس نفش، وبقى بصوا شكله روعه. تمام، صفيتهم بقى من الميه. هحط بقى الترمس في قلب الحله وهغطيه على النار واسيبه يغلي. عايزه اقول لكم ما خدش وقت خالص، عشان خاطر انا كنت نقعاه فحسيت اللي فيه اختلاف. والحلبه بقى هنا همسكها بعد ما حطيتها في مصفى واحده، لقيتها كتير على المصفى الواحده رحت قسمهم في مصفتين. لازم كده توزعيها كده، تخليها مفروده في قلب المصفى، ما تبقاش ايه كتيره فوق بعضها، لازم تبقى ايه الرق بتاعها رفيع. فانا هنقلها واكملها في مصفى تانية، لانها بتطلع من الخرام بتاعت المصفى. بس عايزه اقول لكم فظيعه، احلى حاجه في العيد قسما بالله العظيم يا جماعه الحلبه. انا ما اعرفش اكل الترمس، انا ما كنتش بعملها، بس دلوقتي بقيت اعرف اكل الترمس غير وجنبه حلبه. توزعي بقى كده الحلبه على الجناب بتاعه المصفى عشان هتطلع من الخروم. تمام، بتجيبي بقى فوطه نضيفه فلنه كده حلوه كده نضيفه بتغسليها، وبتروحي مغطيه بها وش ايه الحلبه. وانا بغطي المقطع اصلا مش عارفه راح فين، بتغطي وش الحلبه وانت رايحه وانت جايبه بتفضلي ترشرشي ميه فوق ايه فوق القماشه. بصوا كده بنفس الطريقه. انا بسيبها كده يومين 3 ايام بالكتير قوي، هتلاقوها بقى زرعت وطلعت من المصفى من تحت. وبصوا هنا الترمس بقى وهو بيغلي، بصوا شايفين شكله عامل ازاي. هنا بقى بعد 3 ايام بصوا الحلبه، بصوا بورا لكم، بصوا من تحت زرعت. هطلعها بقى كده اهوت في الاطباق عشان اوريها لكم. مش قادره اقول لكم على ريحتها، انا كنت باكلها كده من غير حتى الترمس. شايفين شكلها عامل ازاي. بصي بتعملي حاجتك في البيت نضيفه وضامنه كل حاجه. وبصوا وهي دي التسالي التقليديه بتاعت زمان بتاعت اجدادنا، التسالي بصي اللي ما كلفتناش كتير ولا شوكولاتات ولا اي حاجه. يعني اكيد هنجيبوا لاولادنا الشوكولاتات وبقيه التسالي، بس دي بصراحه مش مكلفه خالص، على قد الايد وعلى قد الامكانيات. بصوا بقى الربع كيلو عمل لي كميه قد ايه، عمل لي كميه محترمه. انا بقى عشان احفظهم احطهم في كيس واحطهم في التلاجة واطلع منهم ايه على القد. وادي الترمس يا جماعه حطيته في العلبه وحطيت عليه حبه ملح على حسب ما انت عايزه. بس بصوا شكل الترمسيه منفوخه عامله ازاي، يعني لما نقعتها حسيت بفرق، لكن انا بعملها على طول ما بتبقاش منفوخه بالطريقه ديت. بصوا شايفين الترمسيه عامله ازاي، شايفين شكل الحلبه وشايفين شكل الترمس، بجد تحفه وروعه وما خدتش مني اي وقت، في منتهى السهوله. احنا كده خلصنا طريقتنا ووصفتنا، يا رب تكون خفيفه عليكم واستفدتوا منها. فقولوا لي بقى ايه رايكم في الحلبه بتاعتنا والترمس والتسالي بتاعت زمان، التسالي التقليديه بتاعت اجدادنا بتاعت امهاتنا. تسالي على قد الايد، تسالي موفره، تسالي بصوا مفيده جدا وكلها قيمه غذائيه عاليه. طبعا بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تبخلوش عليا بالكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتصلوا على الرسول في الكومنتات، وتعملوا متابعه صفحه الفيس واشتراك اليوتيوب ومشاركه للفيديو عشان كل حبايبك واصحابك يستفادوا وانا استفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.